تفضل. تفضل سي حسن. حسن عنابي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وفي الآن نفسه منسق المجلس العلمي لمنتدى الأكاديمية السياسية اللي هي جمعية تنشط في المجتمع المدني، والأهداف بتاعها هي أولا وبالذات تجذير الوعي بالمقومات الشخصية التونسية، وكذلك تنشيط الديمقراطية التشاركية، يعني تشريك المواطن في تدبير شأن العام بصفة عامة. الجمعية هذه تنظم ندوات معناها مرة كل شهر من جملة نشاطاتها، واليوم احنا في صفاقس مش من محض الصدفة الحقيقة، لأن الموضوع موضوع يهم ربما صفاقس بالأساس. هو موضوع العلاقة بين التنمية الجهوية والإعلام. صفاقس هي أول بلاد شهدت انطلاق إذاعة جهوية 1963، ونحن نعتبره أنه عندنا تجربة كبيرة في الموضوع هذا. خلينا نعرفوا إن الإعلام الجهوي عنده علاقة بالتنمية ولا لا، على خاطر التقارير تاع المختصين تاع الاقتصاديين تاع السياسيين يركزوا دائما على الأمور أما الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التربوية، ونلقاو شيء قليل إذا بعد نلقاو حتى شيء على الإعلام الجهوي. نحن نعتبره مبدئيا وأن الإعلام الجهوي عنده علاقة كبيرة، لأنه هو الواسطة وهو اللي يخلق العلاقة بين المواطن وبين الإنسان اللي يحكمه، سواء كان على المستوى الجهوي أو الوطني أو حتى المحلي، ثم يخلق الديمقراطية التشاركية. وهذا كله لازم يكون لتبديل أو تحسين فكرة خلق الثروة، لأن المواطن في الجهات هو بده لازم يكون، وهذا موجود ولكن نحبوا نحسنه، هو رافد من روافد التنمية، هو اللي يخلق ويبدع باش من ضعف يخلق قوة، وباش يكون عنده فكرة وأنه يلزم ينهض نفسه. طبعا الدولة عندها دور كبير في المسائل، ولكن هو ربما يكون زاد خلاق، وما يكون خلاق إلا لما يكون عنده التواصل مع المجتمع ومع المكونات الكل، سواء كان سياسي أو اقتصادي أو خبير أو حتى معناها إنسان بسيط. التواصل هذا ما يجب يكون كان عن طريق الإعلام. الإعلام عنده دور كبير، ونحن نعتبره أنه نحب نسمه أولا في التكوين العلمي للصحفيين، الشيء هذا موجود ولا لا، في المسار المهني يسهلوا لهم العمل بتاعهم ولا لا، وشنو الإطار اللي يخدموا فيه. ثم نحبوا نسموا كذلك صحفيين يوميات، يعني كيفاش يعدوا ايامهم، شنو مشاكلهم وقت الازمه، وازمات كبيره مرينا بها، يعني خاطر الازمه تظهر فيه الابداع الصحفي والابداع الاعلامي وحل المشاكل. ربما الصحفي يحل مشاكل اكثر من السياسي، بس هذا باش يعطينا فكره اوليه. طبعا في يوم دراسي ما نجموش احنا نتكلموا على كل شيء، ولكن احنا فرحانين وانه فما تجاوب، وانه اذاعه صفاقس تبارك الله جات باعداد باهيه معناها نتاع مختصين، وكذلك جايين جماعه من التطوعيين ومن كافسه اللي باش نشاركوا مع بعضنا في التداول حول هذا الموضوع.